لو تعبت ان كل شويه حد يقول لك كل فاكهه يا عم احسن من انك تشرب عصير. انا ابراهيم سيد اخصائي تغذيه، ويلا بينا اقول لك هو ليه بيتقال السؤال ده كتير، بس انا هخليك انت اللي تجاوب عليه. اتفرج على الفيديو للاخر واعمل لايك بقى. ها بص يا سيدي، انا دلوقتي لو كلت ثمره فاكهه ايه اللي هيحصل في جسمي؟ سكر الدم هيعلى، تمام، وده الطبيعي لما تيجي تاكل اي حاجه سكر الدم بيعلى. بس الفكره بقى بيعلى في وقت قد ايه وبسرعه قد ايه؟ دي حاجه اسمها الجلايسيميك اندكس. طبعا ثمره الفاكهه دي بيكون معاها فايبرز، بالتالي سكر الدم لما يجي يعلى هيعلى بس هيكون ببطء، يعني هيعلى بصوره منتظمه الى حد ما. ده طبعا بيكون على حسب نوع الفاكهه، اي حاجه هي، غير اللي انت لما تيجي تاكل ثمره فاكهه كده تحس بالشبع لفتره اطول. امال بقى لو شربت عصير هيحصل ايه؟ يعلي سكر الدم بسرعه وقت قصير غير الفاكهه الكامله، عشان بيكون كميه الالياف فيها اقل بكتير، غير انك ساعات ما يحلاش العصير يعني غير بشويه سكر، معلقتين عسل كده. امال هننبسط ازاي يا عم؟ مش عايزين نضحك على بعض بقى، انت مش هتعمل عصير بموزه واحده يعني، جيب اتنين كمان يا عم عشان نظبط التيست بس. فين البرتقال؟ انت ما عصرتش قفص البرتقال اللي جبته لك؟ انت هتضربني. بس قول لي كده، هو انت عملت اشتراك في القناه ولا لسه؟ انا بقول لك هخليك انت اللي تجاوب. يلا يا عم بص بقى، احنا عايزين نوصل لارض محايده، يعني مش هقول لك اكيد ما تشربش عصير. ايه ده؟ في ايه يا جماعه؟ انت ممكن تشرب عصير بس خلي العاده اللي انت هتاكل فاكهه احسن، لازم مروق عليك. العصير ده يبقى مره من نفسك كده، اما لو عايز تتخن اشرب عصير عادي. اعمل لك جزء تاني عليه بقى عشان تعرف اني مش حارمك من حاجه. ابسط يا عم. ما تنساش تبعت الفيديو ده اللي دايما محتار بقى مش عارف هو ياكل فاكهه ولا يشرب عصير. واستفدت ما تنساش تعمل لايك وفولو. سلام.